سنتكلم اليوم عن عصر الظهور. ظهور ماذا؟ لا تقل ظهور الأنعام، ولا تقل ظهور بني آدم، ولا ظهور المهدي المنتظر. شنو المهدي المنتظر؟ كلنا يعلم من هو المهدي المنتظر، كلنا يعلم من المهدي المنتظر، ولكن الذي لا نعلمه جميعا أن السعودية التي تدعي أنها رائدة الإسلام، أو أنها التي ستمثل الإسلام وأنها تحافظ على الإسلام، الذي لا نعلمه أنها تنشر القناصين في كل مكان، قناصين وبالذات في الحرم. هذه ينشرون القناصين في أبواب في العمارات أو العمائر التي جوار الحرم. لماذا؟ حتى لا يظهر المهدي، فإن ظهر المهدي أطلقوا عليه النار وقتلوه. لماذا يا إخواننا؟ لماذا يا سعوديين؟ لماذا هذا؟ أقول لماذا السعوديين يكرهون المهدي أو ظهوره ويتجهزون له بالقناصين ليقتلوه؟ أنا أقول لكم لماذا. لأن المهدي المنتظر سيخرج، أول ما يخرج ماذا سيفعل؟ سيقتل العرب جاحفة مضمهرة. شنو جاحفة مضمهرة؟ أي على بكرة أبيهم من ما يدلله الإسناج. شنو ما يدلله الإسناج؟ هذا كما جاء في حديث في كتاب الكافي للمزخلج الباجي، أنه العرب ستقاتل من؟ المهدي، والمهدي سيبيدهم عن بكرة أبيهم، ولهذا العرب يكرهونه. طبعا المهدي سيأتي وسيحفر قبر أبا بكر وعمر. لماذا؟ هكذا مزاج. على العموم، ماذا سيعمل بأبا بكر وعمر؟ سيقتلهما عندما يحفر. سيقول البعض ولكنهما ماتا. نعم ماتا، ولكنه سيحييهما ويقتلهما، ثم يحييهما فيميتهما. فعندما يميتهما عندما يميتهما يحييهما، فيميتهما ويحييهما ويقتلهما مرة، ثم حتى يبرد قلبه. شنو يبرد قلبه؟ أي يطمئن قلبه أنهما ماتا موتة رئيسية. شنو رئيسية؟ كذا. هكذا هو داري المهدي هذا الخبر. طبعا المهدي سيقتل العرب وأبا بكر وعمر وكل من عاد آل البيت. أي شخص يعادي آل البيت حتى لو كان ترامب سيقتله. لا يوجد عنده لا أمريكا ولا الاتحاد السوفيتي ولا غيره. طبعا الذي نعرفه كلنا جميعنا نعرف أن المهدي المنتظر لديه قوة خارقة، فهو لا تؤثر فيه الصواريخ ولا الرصاص ولا المدافع ولا الدبابات ولا المنجنيق ولا أي شيء، حتى الفيروسات لا تدخل إليه ولا يصاب، فهو يتحكم بالمرض نفسه. طبعا الغرب أخذوا من المهدي قصة سوبرمان. نعم أنه حاد النظر، أنه كيف أخذوها؟ لأنهم سرقوا علينا كتاب عام 327 قبل الميلاد، وفيه قصة المهدي وأفكاره وما إلى ذلك. نعم المهدي المنتظر أقوى من قرنديزر. تعرفون جميعا من هو قرنديزر؟ الذي الصحن الدوار، علي بطل فليت، هيا طير يا قرنديزر. هذا المهدي المنتظر أفضل منه وأقوى منه، أقوى من طرزان، أقوى إنسان على وجه الأرض، يتحكم في النار، في البحر، في الصخور، في كل شيء، حتى أنه إذا تجشأ تكونت سحاب فتمطر رصاصا أو عذابا على من يكره آل البيت. وإذا
غضب من قرية تحول إليها ويرسل إليها النووي على طول. هنا يسألني أحدهم قال: لماذا نخاف من السعودية أن تقتل المهدي بالرصاص وأنت قلت أن المهدي لا يؤثر فيه الرصاص؟ انتهت الحلقة.